هو ايه تأثير تنشيط الحمل او تنشيط التبويض على الثدي؟ وايه الابعاد اللي ممكن ناخد بالنا منها لو احنا بنمر بفترة تنشيط للتبويض؟ احنا لما بنحتاج المريضة انها تعمل تنشيط تبويض او تنشيط للحمل، بتحتاج انها تاخد هرمونات استروجين وبروجستيرون او هرمونات الانوثة بكميات كبيرة عشان تحفز افراز البويضات وبالتالي تزود فرص الحمل. وبتيجي المريضة في الفترة دي تشتكي طبعا من أوجاع كبيرة جدا في الثدي واحتقان، وممكن تحس ان عندها كلكعه او ورم في الثدي، فبتيجي تلجأ لدكتور جراحة الثدي عشان تقدر تعرف في مشكلة او لا. الفكرة ان فعلا هرمونات تنشيط بتعمل تأثير للثدي اوجاع واحتقان عالية جدا، وكل اللي هنقدر نشتكي منه ان يبقى الثدي مزند ومحمر وبيوجع جدا، وممكن نحس فيه انه تكتلات، لان الهرمونات دي بتعادل او بتشابه ان كأن مثلا في حمل، فبالتالي الهرمونات فيه بتبقى عاليه جدا، فبيبقى فيه احتقان واوجاع في الثدي، والنسيج بتاع الثدي بيتضخم لفكره التنشيط اللي موجوده في الجسم او فكره كميه الهرمونات اللي موجوده. وبالتالي احنا لما بنفحص المريضه وبنسمع التاريخ دوت منها، بنبقى عاملين حسابنا ان غالبا ده مطرح الهرمونات ومش هيبقى فيه اي حاجه ليها علاقه بالاورام او حاجه. وبعد الفحص بنطلب ان احنا نعمل سونار او ماموجرام على حسب سن المريضه، وفي الاغلب انه بيطلع السونار مفيش اي مشكله خالص. وبطمن المريضه ان الاعراض اللي هي فيها ديت بتبقى بسبب التنشيط، وان شاء الله هتنتهي بعد فتره من انتهاء التنشيط او مفعول الهرمونات، وده بياخد له فتره طويله. كل ما كان فتره التنشيط طويله، كل ما كان الاوجاع دي هتاخد فتره طويله عقبال ما الثدي يرجع لطبيعته تاني، والاوجاع فيه ترجع للمستوى الطبيعي زيها زي اي سيده تانيه. ولو حصل حمل طبعا بتخش بقى في مرحله اوجاع الثدي عشان الحمل وتاهيل الثدي انه يعمل لبن عشان الرضاعه بعد كده. وطبعا دي بتبقى برضو ليها اوجاعها وليها مشاكلها اللي هتدخل فيها المريضه لو ربنا كرمها وحصل حمل طبيعي، حمل بعد التنشيط. وبنقول لها نعمل كمادات ميه دافيه، نعمل مساج للثدي، نلبس البرا مظبوط ومرفوع عشان التقل ما يعملش اوجاع على الكتف او على العضلات، فبالتالي يساهم في زياده الالام اللي بتحس بيها المريضه. وبنطمنها ومفيش اي مشكله خالص، وممكن تعمل متابعه بعد كده عشان تطمن ان نسيج الثدي رجع لطبيعته. طيب، وممكن كمان نكتشف وجود اورام ليفيه حميده اكتشفت بالصدفه اثناء المتابعه، فان احنا لما نحس بالاوجاع ديت لا يفضل ان احنا نطمن من دكتور جراحه الثدي عشان نتاكد ان دي مطرح الهرمونات ومفيش مشكله. نيجي بقى للسؤال المهم جدا، هل التنشيط ده ليه علاقه بسرطان الثدي؟ احنا عندنا في سرطان الثدي بنقول ان احنا ما عندناش سبب للسرطان، لكن عندنا عوامل خطوره. يعني ايه عوامل خطوره؟ يعني عوامل لو موجوده العوامل دي بتزيد نسب او فرص الاصابه بسرطان الثدي، اللي منها هرمونات الانوثه. كل ما السيده تعرضت لهرمونات انوثه على مدار حياتها كتير، كل ما كانت فرص الاصابه بسرطان الثدي كبيره، وكل ما تعرضت لهرمونات اقل كل ما كان التعرض لسرطان الثدي اقل. بس في الاخر مين اللي هيجيله؟ محدش يعرف، نو وان نو ونو وان اميون، محدش عنده مناعه من سرطان الثدي. فبالتالي احنا بناخد حذرنا. يعني لو السيده فوق سن ال40 يعني عندها عامل سن من عوامل الخطوره، لان فوق سن ال40 عوامل الخطوره لسرطان الثدي بتزيد، فبالتالي لو هي فوق سن ال40 بنصحها ان بلاش هرمونات سواء تنشيط او منع حمل. لكن لو السيده اقل من سن ال40 وما خلفتش خالص وعايزه تعمل تنشيط عشان تخلف، لا طبعا بقول لها اتفضلي. لو لكن لو مريضه عندها 3 اطفال مثلا وعايزه تعمل تنشيط عشان تجيب طفل تاني، بنصحها ان بلاش. يفضل ان احنا ما نزودش عوامل الخطوره على جسمنا. لكن هرمونات التنشيط ما هياش سبب رئيسي لسرطان الثدي، ولكنها عامل من عوامل الخطوره. كل ما خدنا اكتر كل ما فرص الاصابه زادت، ولكن ليست سبب. فبالتالي بنسلكت الحالات او بنختار الحالات اللي ننصحها انها تعمل او لا. يعني انا جالي مريضه عندها 42 سنه وعندها 3 بنات وعندها تاريخ وراثي لسرطان الثدي في عيلتها، وبتقولي ان انا عايزه اعمل تنشيط عشان اجيب مثلا ولد.
فانا نصحتها ان ده لا، وضع مبالغ فيه ان انا اخد هرمونات في السن ده في وجود تاريخ وراثي، وان انا كمان عندي اطفال، فبالتالي انت بتعملي على نفسك ريسك كبير ان نتعرض لسرطان الثدي لا قدر الله. وفي الاول في الاخر القرار يرجع للمريضه، بس لازم هنا وظيفتنا كدكاتره ان احنا نعرفهم مدى الخطوره ومدى الفوائد الموجوده. لكن مثلا لو كانت في السن ده وما عندهاش اي اطفال خالص، هقول لها توكلي على الله واعملي وان شاء الله ربنا يكرم، وهكذا. فبالتالي احنا بنختار المريضه اللي اسمح لها بانها تعمل تنشيط، والمريضه اللي بنصحها ان بلاش، وان ده كده فيه خطوره او بيحمل ريسك كبير لسرطان الثدي، فبقول لها بلاش. يا رب اكون افدتكم. كان معاكم دكتوره ساره زيتون، استشاري جراحات اورام الثدي التجميليه. اعملوا فولو وسبسكرايب عشان تعرفوا اكتر عن سرطان الثدي.